لو ما شفتش الموسم اللي فات من حكاية زوان فروح شوفه الأول عشان تفهم باقي الأحداث. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. وقبل ما نكمل باقي الأحداث تعالوا نبص على آخر حاجة وقفنا عليها. وبعد ما زوان لقى الشيطان الصغير تعالوا نعرف ليه البشر عملوا فيه كده. بنكتشف بعدها إن القرية فيما مضى كانت مصابة بمرض الطاعون، وكان بيموت آلاف البشر ويفقدون الذاكرة. وزمان هم لقوا الشيطان الصغير وبدأ يصنعوا منه ذلك الإكسير، وصحتهم اتحسنت أكتر، وكده نكون عرفنا ليه أهل القرية دول عملوا كده. بينتقل معنا المشهد للأخ الأول وبيمتص ما تبقى من قوة شيطان الطاووس، والراجل ده باين عليه إنه قوي جدا. بيقول بعدها إحنا هننطلق لما تعود على القوة الجديدة. بنشوف بعدها الطبيب جالس أمام قبر أخيه وشكله كده ناوي على حاجة كبيرة. بتوصل بعدها آخر رسالة سبع شيطان الطاووس للشياطين، ولما بيسمعوا الخبر بيتوعدوا بالقضاء على أولئك البشر. بيطلقوا بعدها إنذار بيوصل لجميع المحاربين. بيرسلوا بعدها 2 من أقوى الشياطين للبحث عن الشيطان الصغير. بعدها بيوصل جميع محاربي العناصر ومن ضمنهم محارب النار الخطير. والمفاجأة ده طلع واحد تاني خالص، وشكله كده زوان تم طرده من مجتمع المحاربين بعد اللي عمله من 3 سنين. بيتفحصوا الختم على أقوى الشياطين وبينصدموا، بيلاقوا مكان لختم مفتوح وبيعرفوا ان شيطان الطاووس خرج منه، فهو كان من ضمن اقوى 3 شياطين محبوسين في الختم. وده حصل بسبب اصابة زوان من 3 سنين، مما ادى لحدوث ضعف في ختم النار. بعدها بيوصل لهم خبر ان شيطان الطاووس مات، محارب المعادن اتصدم. ايوه ده اكيد اللي قتله زوان. بيأمرهم بعدها بالرجوع لمواقعهم والاستعداد لاي خطر قادم. بنروح بعدها لزوان بنشوفه بيتمشى هو والبطة بتاعته مع الشيطان الصغير، بيفكر في امه واخت محارب الماء اللي اتخطفوا بسببه. بيتعهد على نفسه انه هينقذهم باي ثمن، واثناء ما هو بيتكلم بيحس ساعتها بألم في رقبته. زوان مش فاهم ايه ده بالظبط، بيقول معقولة ده بيحصل لي بسبب طرد من مجتمع المحاربين؟ بس الموضوع ده بقاله 3 سنين، اشمعنى جاي يحصل دلوقتي يعني؟ شكله فينا في الموضوع. بنروح بعدها لسو بيكون معاها محاربة من عشيرة الخشب. بيروحوا المكان تواجد زوان عشان ياخدوا منه الشيطان الصغير. ساعتها بيظهروا 2 شياطين بيهجموا على سو. البنت بتتدخل وبتنقذها. البنت عليها شوية حركات انما ايه نينجا، بتتمكن من القضاء على الشياطين بسهولة. بتقول لسو خدي حذرك، واثناء ما هما بيتكلموا بيخرج لهم احد الشياطين المكلفين باستعادة الشيطان الصغير. دي شكلها هتقلب مجزرة. ساعتها الشيطان بيهجم على البنت وبيتمكن من اصابتها. البنت بتحاول معاه لكن الشيطان ده باين عليه القوة الكبيرة. بيطلق عليهم صعقة كهربائية بتشلهم عن الحركة. بيضرب البنت وبيطيرها لبعيد. الشيطان لسه بيتكلم اما ده خد بوكس من اللي قلبك يحبه. ايوه زوان بيوصل لساحة المعركة ومعاه الشيطان الصغير. الشيطان اول ما بيشوفه بيقول وفرت علي عناء البحث، ده انت جبته لحد عندي. بيهجم على زوان لكن زوان بيتصدى لهجومه بكل سهولة. زوان بيتقاتل مع الشيطان وواضح التفوق الكبير لزوان. بياخد سلاح الشيطان بعدها وبيولع فيه. الشيطان بيقوله انت محارب عنصر النار مش كده؟ ده انت جيت لي في ملعبي، انت مش شايف انك انت نار وانا بطل فيك؟ الشيطان بيهجم عليه بقوة كبيرة لكن زوان بيفجر قوة رهيبة بتبخر مية الشيطان وبتسيب الشيطان وبتأذيه جدا لدرجة انه بيرجع لشكله الاصلي. زوان بعدها بيمسكه من رقبته ولسه هيخلص عليه بيحس فجأة بنفس الألم اللي في رقبته. الشيطان بيستغل الفرصة وبيطلق هجوم مائي وبيبعدهم عنه. وبعد ما زوان بيفوق بيلاقي الشيطان الصغير لسه معاه وكمان البنت المحاربة، ولكن سو مفقودة ولا أثر لها. زوان بيلاحظ شعار عشيرة الخشب على دراعها وبيستغرب هي اللي بتعمل كده وإنها المفروض من ضمن العشائر اللي بتحافظ على السلام بين البشر والشياطين. شكلي في قصة كبيرة ورا البنت دي. وفي تلك اللحظة بيظهر أحد الشياطين. هو احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ كل شوية شيطان شكل. الشيطان بيهجم عليهم بدون تفاهم وزوان بينقض عليه وبيتبادلوا الضربات وقتال مبهر بصراحة. الشيطان بيحدف عليه صخرة كبيرة لكن زوان بيستخدم قوته النارية وبيفشخ الصخرة. زوان بيفادي فيه. وايه الحلاوة دي يا ابني والله، كونغ فو حركات وشجين يابا. الشيطان بعدها بيهجم عليه بسلاحه لكن زوان بيكسره له. زوان اشتغل دعك فيه ومش حله، بيستخدم قوته النارية وبيحرق ميتينه، لكن فجأة بيحس بنفس الشعور اللي من رقبته وقوته بتنهار. ساعتها الشيطان بيستغل اللحظة دي وبيفلت منه. الشيطان بيهجم عليه وده بيفعل قوته ونفس الشعور بيجيله من تاني. زوان مش فاهم ايه اللي بيحصل، حتى الطور الاسطوري مش عارف يستخدمه. الشيطان ساعتها كان هيخلص عليه لكن البنت بتتدخل وبتحميه. بتصدف هجمات الشيطان لكنها بتتصاب للأسف وبيقع منها ذلك الإكسير. الشيطان بيشمه وبيعرف مصدره، بيبلعه كده شكله مش ناوي على خير.
زوان بيتعصب وبيشتعل وبرضه بيطلع له البتاع الغريب ده من رقبته. زوان خلاص قوته بتنهار، ولا حول لي ولا قوة. الشيطان لسه يخلص عليه، وساعتها بيتدخل محارب النار الحالي. وعارفين المفاجأة؟ ده بيطلع اخو زوان الصغير يا جماعة. اوبا، يعني عشيرتك طردوك، هم مسكوا اخوك مكانك. اخو بيقول له اهلا بالخاين اللي خان عشيرتنا، انت اللي تسببت في مقتل امنا. زوان بيقول له امنا ما ماتتش يا اخويا، امنا عايشة هي واخت محارب الماء. انا اصلا كنت رايح انقذهم، انا بحاول اعمل اللي اقدر عليه عشان ارجع الامور لمجراها الطبيعي. فانا اخيرا لقيت الشيطان اللي ضاع من 3 سنين بسبب افعالي، هرجعه لمكانه واسترجع امنا واخت محارب الماء وكل حاجة ترجع الشكل الاول. اخوه بيقول له طيب وانت سبتني لوحدي ليه؟ سبتني وما عرفتنيش الحقيقة ليه؟ اخوه بيضربه، شكل الوضع مؤسف بينهم. الشيطان بيقول لهم هتقعدوا ترغوا كتير ولا ايه؟ ما يلا بينا. وساعتها بيجي شيطان الكهرباء. زوان بيقول له انت لسه عايش؟ يا نهار ابيض، وها قد بدأنا. اخو زوان بينطلق عليهم لوحده، والواد قوته جبارة، بيستخدم اللهب الاخضر والوضع اخر جمدان. ايه الجمدان ده يا واد؟ ما طبيعي، مستني ايه من اخو زوان يعني؟ لكن الشيطان الكهربائي بيحصره ويكهربه على طول. زوان بيتدخل وينقذ اخوه. القتال مشتعل على الاخر والحماس ليفل ماكس. زوان مستلم الشيطان الكهربائي ضرب، والتاني بيهجم، اما اخوه متدخل خده على جنبه وفضل يكسع فيه وقطع له ديله كمان. يا ابن اللعيبه، الواد ده مش طبيعي. الشيطان بيجهز هجوم جبار. الواد بيقول له تعالى لي يلا، بيرمي عليه قنبله لهب. الشيطان بيحاول يغفله لكن ده طلع حريف ولعيب، بيجمع قوة كبيرة من اللهب وخلاص ناوي ينهي الموضوع، وفعلا بيقدر يخلص على الشيطان في ثواني. ولكن ساعتها بتكون قوته خلاص خلصت، فشيطان الكهرباء بيستغل الوضع وبيهجم عليه، بيكتفه وبيحوطه من كل مكان واشتغل كهرباء فيه. زوان يا عيني مش قادر يعمل حاجة، ولا حول لي ولا قوة. وفي آخر لحظة بيتدخل محارب الماء. الشيطان يا دوبك بيلحق نفسه، لكن ده ما عندوش يما ارحميني. بيحاصر الشيطان من كل حتة، وهوبا بيمسك الشيطان وبيفرتكه بين ايديه. يا رب، محارب الماء ده كاريزما فشخ اقسم بالله. بيتجهز بعدها لقتل الشيطان، لكن زوان بيقول له سيب. بيقول الشيطان بعدها انا موجود في اي وقت لو كنت عايز تنتقم. الشيطان بيغادر بعدها. بيتقدم بعدها محارب الماء زي الى زوان وبيصفعه. بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ زوان لسه هيبرر وبيصفعه تاني. بيقول له مش مكفيك اللي عملته في امك واختي، وكمان كنت هتعرض اخوك للموت، انت مش عارف تحمي اي حاجه. زوان مصدوم يا عيني، ومحارب الماء بيضربه. بعدها اخو زوان بيساله هو فعلا امي واختك لسه عايشين؟ ساعتها بقى بنعرف قصة زوان من البداية. زوان نشأ كفرد من عشيرة عنصر النار، وهي أحد العشائر الخمسة التي تم تكليفها بتحقيق التوازن بين عالم البشر وعالم الشياطين. كل عشيرة بتكون متخصصة في عناصر الطبيعة وبتدرب أفرادها على هذه العناصر. بطلنا زوان بقى كان موهوب جدا وبيحقق أعلى النتائج والدرجات في جميع الاختبارات، بينما أخوه الصغير كان ضعيف جدا وقوته النارية ما كانتش بالقدر المطلوب. شايف زوان بيتطور يوم عن التاني، وإن منصب الوريث هيكون من نصيبه، وده ولد في قلبه الغيرة والحقد تجاه أخيه الكبير. لكن زوان كان بيحبه جدا، عايزه يتطور اكتر بل حتى يكون احسن منه. الواد بيقعد يتكلم مع امه على اخوه وانه عايز يخليه قوي باي طريقه. بيقول لها انا سمعت حاجه كده بتخلي قوه اللهب تتطور اكتر، حاجه كده اسمها بذور اللهب. سمعت انها موجوده في منطقه اللهب الاحمر، هل فعلا في حاجه شكل كده؟ الام بتتعصب جدا وبتقول له اياك تفكر في حاجه شكل كده تاني، المنطقه دي محظوره علينا واللي بيروح هناك بيلقى حتفه، اياك تفكر في كده نهائي. بس طبعا الكلام ده ما بيمشيش على زوان. بينطلق بعدها الى منطقه اللهب الاحمر وبيعرض نفسه لابشع المخاطر، وده بس عشان يكتشف حقيقه البذور دي ويساعد اخوه. بيشوف الجثث والهياكل العظميه للناس من كل حدب وصوت. الواد هيموت من الرعب، بيقع من الحافه وكان هيتخرم ولكنه بيلحق نفسه. هجوم ناري عليه من كل حته والواد بيفاديهم كلهم. الله عليك يا زوان، من يومك وانت فاجر. بيقرب بعدها للبحيره اللي فيها تلك البذور، ولكنه خلاص جاب اخره ومش قادر يتنفس. ساعتها بيسمع صوت حد بيكلمه، بيقول له بتدور عليها مش كده؟ بيطلع من البحيره وبيمسكه بحباله الناريه. الواد ايده بتتحرق وده ما عندوش ذره رحمه. بيقول له بتدور على دول مش كده؟ هو انت مين انت عشان تاخدهم؟ بيلزقوا بعضها في الجدار وبيقول له شايف كل دول ماتوا وهم بيحاولوا، وانت شكلك هتحصله. هو انت عايزها ليه اصلا؟ انا شايف ان قدراتك الناريه كويسه جدا. قال له دي مش ليا، دي لاخويا الصغير. قال له ايوه فهمت بقى، ايه الحب ده كله؟ عامل لي فيها حب وخوه وبتاع، طب خدها اهي مع السلامه. ساعتها الواد بيتجنن، بيتفعل ختم النار اللي فيه وبينفجر عن بكره ابيه. بينطلق بسرعه وغرس ايده جوه ألسنة اللهب وطلع منها بذور اللهب زي المجنون، وعلى طول بينطلق على شيطان النار وبيمسكه من رقبته. الشيطان مش مصدق وبيهرب بعدها. بينحن احتراما ليه بيقول له انا ادعه هو،
انا كنت مستني الوارث الجديد يجي منذ 1000 سنة، وانا بتعهد ليك اني هتبعك للابد. وساعتها بيطلع له جميع حبوب اللهب، وزوان بياخدها بيرجع بعدها لاخوه وبيجري عليه وبيفتح له بقه وبياكلها له غصب عنه. كم انت وفي ومخلص يا زوان. اخوه بيلاحظ ان ايده اتحرقت، بيفهم انه عمل كل ده عشانه، بيعتذر منه وبيتاسف له على كل اللي حصل منه قبل كده. بيجي بعدها اختبار النار الثاني، وبيجتاز الاختبار اخيرا بعد تطور قدراته الناريه بالفعل. وكمان اخوه قال له يجرب يستخدم اللهب الاخضر بدل اللهب الاحمر لانه قوته متركزه اكتر حواليه، وبالفعل الواد بيصبح بعدها من اقوى المحاربين في عشيره النار. وبعد مرور 10 سنوات بنشوف اخت محارب الماء وهي بتجهز عشان تروح تتدرب مع محارب النار زوان. اخوها بيقول لها خلي بالك من نفسك. بننتقل بعدها لمكان التدريب، واثناء ما هما بيتدربوا زوان بيتصاب بهجوم مائي بيلمس الختم بتاعه، بيشتعل وبيفقد السيطرة على نفسه، بيضرب البنت وبيلزقها في الجدار، بينطلق نحوها وشكله هيخلص عليها. وفي اخر لحظة بتتدخل امه بتصد هجوم زوان بالصعوبة وبتحاول تمتص اللهب، وبعد ما بتمتص اللهب بتسقط مغشيا عليها. زوان فعلا جوه وحش خطير لأبعد الحدود. واثناء ما بيسمعوا حالة الام بيكتشفوا انها اتصابت بمرض خطير ملهوش علاج، لكن زوان بيسمع الراجل بيقول ان الشياطين عندهم علاج للام. الراجل بيقول له انت بتقول ايه؟ ده شيء محرم وما ينفعش تتكلم فيه. زوان بمجرد ما سمع كده بينطلق على طول لمكان البوابة اللي عليها الختم. ودلوقتي عرفنا ايه اللي حصل بالظبط من 3 سنين. اخوه بيقول له يبقى انت رحت للبرج عشان تنقذ امنا. زوان بيقول له بالظبط كده. ساعتها محارب الماء بيقول له كل ده حصل بسبب تهورك يا صاحبي. تهورك ده هو اللي ادى الى انقلاب توازن 1000 سنة بين البشر والشياطين. محارب الماء بيقول له انا هاخد الشيطان الصغير واصلح كل حاجة. زوان بيقول له دي غلطتي انا اللي هرجع الشيطان الصغير لابوه واستعيد امي واختك، وساعتها هنقدر نحافظ على التوازن. ثق بيا يا زين. محارب الماء بيقول له انت بقيت ضعيف جدا يا زوان، وبيسيبه وبيمشي. ساعتها زوان بينفجر بيطلب قوة بترعب محارب الماء، بينقض عليه عشان ياخد الشيطان الصغير، ومحارب الماء بيفادي فيه. زوان بيدمر هجوم محارب الماء بالسهولة. ساعتها زي بيضطر يخش في مود الجد عشان يقدر يجاري زوان، بس ده مش قادر عليه، بيتصاب في ايده وبيقول ده مستحيل، ازاي هو لسه محتفظ بكل القوة دي. بيرجع له الوحش بعدها وبيقول له انا هثق فيك المرة دي، بس لو فشلت انا هقتلك بايدي. بيمشي ويسيبهم بعدها. ويا ترى زوان هيعمل ايه بعد ما استعاد الشيطان الصغير من زي؟ وسو هل هتفضل مختفية كده؟ هذا اللي هنعرفه في القسم الثاني والاخير من حكاية زوان. فنشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ومع السلامة.